للمثل العليا. الخادم وسيلة إيضاح لكل الفضائل. تجري كتير خالص، ده كتير خالص، ده احنا ده كلام جميل، وسيدنا المتنيح البابا شنودة ده كلام رائع. بس انا عايز اقول يكفينا واحنا قدام شرفا كلمه قالها السيد المجد: حيثما اكون انا امتياز وشرف رفيع عظيم لينا ان احنا بنخدم ربنا. مين يطول؟ بس الخادم الحقيقي الشاطر اللي يعرف مكانته ويعرف حجمه. اوعى نقول نعرف مكانته بس، لا، ونعرف حجمنا ونعرف حجمنا. قديس بولس جسم الموضوع ده في كلمه، قال: الله يستخدمنا كأواني خزفيه حتى يرجع فضل القوه لله مش لينا. انت ممكن تعمل معجزات بس وانت في ايد ربنا. ابعد عن ايد ربنا تتكسر. الخادم لابد ان يكون له مخدع، ودي رساله الروح النهارده في الكنيسه لينا كخدام، ان احنا يبقى لينا حياه مخدع صلاه. قديس يوحنا زكريا الفم يقول: الصلاه تحول القلوب اللحميه الى قلوب روحانيه. الصلاه تجعل القلوب الفاتره قلوب غيوره. الصلاه تجعل القلوب البشريه قلوب سماويه. ده القديس يوحنا زكريا الفم. بس رجع جاب كلمه صعبه، بس لازم اقولها عشان نعمل التوازن اللي احنا عايزين نوصل له النهارده. من لا يصلي لا يوجد في حياته شيء صالح. عارفين ليه؟ لانه قطع الصله بينه وبين الله. عشان كده اتبسطت خالص من صلاه عبيس، لان انا كنت مرتب ان انا اقولها في الجزئيه الصغيره. انا هقول كلمه واحده في صلاه عبيس، من اجمل الصلوات في الكتاب. شوفوا النتيجه بتاعتها بعد ما صلى وقال ربنا: ليتك تباركني وتوسع قلوبي وتكون يدك معي. في الاخر كلمه جميله: فأتاه الله بالمساء. فأتاه الله بالمساء. اوعى تفتكر وقفتك قدام الله دي سهله. احد الاباء القديسين قال جمله في منتهى القوه: الله يسكت الملائكه حينما يسمع احد يصلي. وكأن تمجيد الملائكه لله وده عملهم بالنسبه لربنا، ان يسمع واحد يقول له انا خاطئ عند ربنا، دي اقوى اعظم اكبر. عشان كده احنا بالصلاه نمتلك الله. انا مش هتكلم على الصلاه، انا هتكلم على كلمه: واغلق ابوابك خلفك. اغلق ابوابك خلفك. هتلاقي الجمله دي اتكررت كتير في الكتاب المقدس، وهنذكر كم حاجه منها. بس يعني ايه الخادم يغلق بابه؟ قد يكون في حياتك كخادم ابواب كثيره مفتوحه بدون داعي. ابواب كثيره مفتوحه لازم تغلق، لان ما يصحش انها تبقى موجوده في حياتي وانا بخدم ربنا. ناخد كم مثل كده، حاجه بسيطه. اغلق ابوابك وانت خادم، اغلق باب الكرامه والانا. اوعى في حياتك وانت بتخدم ربنا شعور بالانا، لان اتعلمنا واحنا صغيرين ان الخادم ملوش كرامه في الخدمه. مش كده؟ الخادم ملوش كرامه في الخدمه. قديس بولس يقول كده قانون لكل خادم:
يقول كده لأهل كورنثوس: أنتم مكرمون وأما نحن فلنا كرامة. ليه القديس بولس؟ أنا جاي أخذ الكرامة، أنا جاي أخذ الكرامة لسيدي اللي بعتني، أنا خدام عندي. فأنا بدي الرسالة بتاعتي، أنا ماليش كرامة.